السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف السنة الإعدادي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح قاعدة going to. تمام. أول حاجة كده هنراجع على قاعدة will وبعدين نشرح going to اللي هي مستر علشان نفرق بينهم. تمام. احنا قلنا في المستقبل اللي هي the future في كلمات بتدل على المستقبل زي إيه يا مستر؟ زي soon وزي next month next year next tomorrow وهكذا. tomorrow تمام. و in the future in the future في المستقبل in the future. وعندنا كمان كلمة اسمها in زائد سنة في المستقبل. in وسنة فين؟ in وسنة في المستقبل. دي كلها كلمات بتدل على ايه؟ المستقبل. ودي كلمات دالة على المستقبل اللي هو ايه؟ الفيوتشر. تمام. دي اول حاجة عندنا. احنا قلنا الفيوتشر ده زي فيوتشر سيمبل بيتقسم لحاجتين، حاجة اسمها قاعدة ويل وحاجة اسمها going to. will معناها سوف و going to برضو معناها ايه؟ معناها سوف. تمام. يبقى احنا قلنا ان في كلمات بتدل على المستقبل زي soon وزي next وزي tomorrow و in the future و in وسنة فين؟ في المستقبل. تمام. وقلنا الفيوتشر ده بيتقسم لحاجتين، حاجة اسمها will وحاجة اسمها ايه؟ going to. قال لك ازاي يا مستر افرق بينهم؟ قال لك will بيجي بعدها الفعل في المصدر، تمام، و going to برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر. بس ايه اللي بيميز بقى going to عن will؟ قال لك اللي going to بيجي قبلها الفيرب to be، بيجي قبلها ايه؟ الفيرب to be. تمام. احنا قلنا اللي will بيجي بعدها الفعل في المصدر، will زائد مصدر، دي الفعل الاول وبعدين ويل زائد المصدر. وكنا بنختصر ويل بحاجه اسمها ابوستروف ال وكنت بان في ويل بحاجه اسمها ايه؟ وونت. برضه ويل وونت بيجي عندهم الفعل فين؟ المصدر. تمام. بتدل على قاعده ويل. تمام. وفي كلمات بتدل على المستقبل وفي كلمات بتدل على جوينج تو. احنا دلوقتي يا مستر شفنا الكلمات اللي بتدل على المستقبل زي سون ونيكست وتومورو وان ذا فيوتشر والمستقبل اللي هي ان والمستقبل. فهنا اختار ايه بقى؟ قالك لما اشوف كلمه من الكلمات دولت اختار لا اما ويل او جوينج تو. تمام. احتمال تلاقي كلمات بتدل على ويل واحتمال تلاقي كلمات بتدل على جوينج تو. تمام. طب يا مستر ايه هي الكلمات اللي بتدل على ويل؟ سريعا احنا خدناها في اليونت 7. الكلمات اللي بتدل على ويل زي هوب معناها تمنى او بريدكت وبريدكت. وعندنا زي اكسبكت. عندنا كلمة كمان اسمها ايه؟ برو مايس. اول ما تشوف الكلمات ديت تعرف اللي احنا هنستخدم قاعدة ايه؟ قاعدة ويل. تمام. قالك جوينج تو استخدمها امتى بقى؟ قالك في كلمات برضو بتدل على جوينج تو. اول حاجة انا عايز اعرف التكوين بتاع جوينج تو. ايه هو تكوين جوينج تو؟ قالك بيبدأ بالفاعل زائد am او is او are زائد going to. وجوينج تو بيجي بعدها الفعل فين؟ بيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام. جوينج تو بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. عايزين بقى التريكات بقى مستر على طول. اول حاجه ازاي اختار ايه بقى؟ لو لقيت كلمه بتدل على المستقبل اختار جوينج تو ولا ويل؟ لقيت كابتن قبل النقط ام او از او ار اختار جوينج تو. ما لقيتش ام او از او ار اختار ايه؟ ويل. اول تريكيه عندك بقى الفعل في المصدر، العب لك على الفعل فين؟ في المصدر. من ام المصدر من ام واز وار. ساعات يجيب لك كلمة was أو were في الماضي، was أو were. حاجة اسمها الفيرب مين؟ الفيرب to be. يبقى المصدر من am و is و are حاجة اسمها الفيرب ايه؟ to be.
المصدر من do، المصدر من does و did و done و doing حاجة اسمها الفيرب ايه، الفيرب to do. المصدر من اخر حاجة خالص has و had حاجة اسمها الفيرب ايه، الفيرب to have، الفيرب ايه to have. تمام، يبقى اذا ايه have. يبقى هنا بقى هيلعب لك على الحتة دي، عايز يقول لك ايه بقى مستر، هيقول لك المصدر من، المصدر من am و is و are و was و were حاجة اسمها الفيرب ايه to be. المصدر من does و did و done و doing الحاجة اسمها الفيرب to do. المصدر من has و had حاجة اسمها الفيرب ايه، الفيرب to have. تمام تمام. بأداة الاستفهام قال لك هبدأ بأول حاجة بأداة الاستفهام الأول اللي هي مثلا زي what أو where أو why، وبعدها is أو are. تمام، اختار is على حسب ايه ولا اختار are على حسب ايه؟ قال لك على حسب الفاعل. لو الفاعل مفرد اختار is، لو الفاعل جمع اختار ايه، are. يبقى انا فاعل، احفظ الترتيب ده، وبعدين ايه going to بعدها الفعل فين في المصدر. ده القاعدة. تمام تمام. كلمات دالة على going to. تمام، decide معناه يقرر، اول ما اشوفها نختار going to. شفت كلمة intend معناها ينوي، اختار ايه برضو، going to. لو شفت كلمة زي بلان يخطط، اختار ايه برضو، going to معناه يخطط. تمام، يبقى انا بقى في كلمات بتدل على المستقبل زي in the future، tomorrow، next year، انه سنة في المستقبل. لو شفت كلمة من الكلمات ديت اعرف انها في زمن ايه، المستقبل. لما اختار بقى will او اختار going to. في كلمات بتدل على will زي promise، hope، predict، expect. تمام، وفي كلمات بتدل على going to زي decide و intend و plan. تمام تمام. ركز بقى في الحتة دي بقى، في كلمتين مشتركين من الكلمات الدالة على will وبرضو بيجي برضو مع going to زي كلمة think وكلمة believe. الكلمتين دول هتشوفها مع will وهتشوفها برضو مع going ايه، مع going to. يا مستر دلوقتي لو انا شفت الكلمة دي اختار will ولا going to؟ قال لك بقى على حسب. على حسب ايه يا مستر؟ قال لك لو لقيت قبل think او believe تنبؤ بدليل، يعني في دليل على الكلام اللي انت بتقوله، هستخدم going to. مفيش دليل هستخدم will. ادينا يا مستر مثال عشان مش فاهم. اقول لك مثلا ايه، I can see some dark clouds. حل ازاي يا مستر بقى، ركز معايا. اول سؤال بيقول لك ايه، I can see some dark clouds، انا شايف في السماء اللي الجو مغيم جامد. تمام، I think it rain. هنا بقى بص بقى، هنا في كلمة ايه، think دي كلمة بتدل على will وبتدل برضو في نفس الوقت على going to. اختار يا مستر will ولا going to؟ قال لك بقى هنا قبل think في دليل اللي الجو هيمطر، في يا مستر قال لي اللي الجو مغيم، يبقى اذا هنا استخدم ايه، going to. بس ايه، ركز بقى، قبل going to بستخدم ايه بقى؟ قال لك قبل going to في حاجه اسمها الفيرب تو بي، اوعى تنسى. يبقى انا ايه ديت مفرد، فاذا هتبقى الاجابه is going to rain. تمام تمام. تاني سؤال بقى، I think it not rain. هنا قبل think في دليل، بيقول لك انا بعتقد ان الجو هيمطر، بس ما فيش هنا دليل في الجمله. تمام، فهنا هستخدم قاعده ايه، قاعده will بكل بساطه خالص. وده هو الشرح بتاع القاعده. في كلمات تانية بتدل على going to زي مثلا look، انا انظر، look out احترس، بتساوي كلمة اسمها watch out برضو احترس. تمام، take care، ودي كلها كلمات بتدل على قاعدة going to. تمام، هي دي القاعدة.
ركز بقى معايا عشان هنعيد شرح القاعدة تاني بكل سهولة. قال لك going to لازم يجي قبلها ايه؟ الفيرب to be. مستر هو الفيرب to be بيتقسم ثلاث حاجات: am is are في المستقبل. تمام في المضارع am و is و are في المضارع. قال لك اول حاجة am بتيجي مع كلمة اسمها I. he و she و it بتيجي مع is. we و you و they واي اسم جامع بتيجي مع ايه؟ مع are. تمام. في حاجة لو جاب لك احمد مثلا، احمد and علي مثلا، يبقى دي مفرد ولا جمع؟ هنا قال لك هتبقى جمع. تمام. فهتاخد ار. قال لك في السؤال ببدأ بإذا وار، بعدها الفاعل، وبعدين جوينج تو، وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. السؤال بأداة الاستفهام ببدأ بأداة الاستفهام الأول وبعدين إز أو آر على حسب الفاعل. الفاعل لو مفرد أختار إز، الفاعل لو جمع أختار آر، وبعدها جوينج تو والفعل فين؟ في المصدر. مثلا what are you going to do. ركز بقى هنا، بعد going to جه الفعل فين؟ في المصدر at the weekend. انت تعمل ايه في الأجازة؟ تمام. قال لك بقى الاستخدام بتاع قاعدة going to. قال لك يستخدم عند التخطيط، لو انت هتخطط لحاجة أو النية أو القرار المسبق لحدث في المستقبل. تمام. تقول لك مثلا ايه؟ I am going to buy new car. I intend، في كلمة intend دي كلمة دالة على قاعدة going to. خلي في بالك الكلمات دي مش موجودة عندك في الكتاب، فايه تسجلها. قال لك بقى يستخدم عند التنبؤ بوجود دليل، حاجة اسمها think و believe مع going to. قلنا think و believe بتيجي مع الاتنين. بتيجي مع will امتى؟ لو ما فيش دليل على حاجة. بتيجي مع going to امتى؟ لو في دليل على حاجة. في مثال هنا بيقول لك ايه؟ there are a lot of clouds. بيقول لك الجو شكله كده مغيم. I think، كلمة think اهي، it is going to ايه؟ rain. تمام. دلوقتي بقى هنحل الأسئلة. أول سؤال بيقول the boy and his father نقط a football match. تمام. الطفل وابوه مفرد ولا جمع؟ ده هما اتنين يا مستر، يبقى اذا كده جمع، فياخدوا از ولا ار؟ هياخدوا ار، وتبقى اسمها ايه بقى؟ ار going to. my father نقط to بنت. الاب ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، فتبقى الاجابه ايه؟ is going to. لا هنا في to، تبقى الاجابه is ايه؟ is going. سؤال رقم 3 what are you going to. احنا قلنا going to بيجي بعدها الفعل فين؟ مصدر. عايز بقى المصدر من doing و done و did، حاجة اسمها الفيرب ايه؟ to do. I can see some dark clouds. I think it. كلمة think بستخدمها مع will و going. هنا في دليل قبلها للجو هيمطر، فهنا هستخدمها مع مين؟ مع going to. تمام. it ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد، فإذا هستخدم ايه؟ is going to rain. السؤال رقم 5 where to spend your next weekend. next weekend كلمة بتدل على المستقبل. قلنا تكوين السؤال ازاي؟ قال لك اول حاجة في تكوين السؤال ببدأ بايه؟ بالفاعل. ببدأ ب is او are. يبقى انا اول حاجة أداة الاستفهام، وبعدين is او are، وبعدها الفاعل اللي هو السبجكت، وبعد السبجكت ايه؟ going to. فهنا بقى اجيب لك أداة استفهام، يبقى اذا بعدها is او are. اختار is ولا are على حسب الفاعل بقى. الفاعل هنا you، فيبقى الإجابة is ولا are؟ يبقى are you going to. السؤال رقم 6 are they بدأ بار. تمام. يبقى إذا بعدها إيه؟ going to. و going to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى الإجابة إيه؟ C. السؤال رقم 7 it is raining heavily. الجو إيه؟ ممطر بغزارة. the river is going to نقط. the river is not going to. يبقى إذا هنا إيه؟ going to بيجي بعدها الفعل في المصدر، فإذا تبقى الإجابة إيه؟ flood. منى is to sell her villa. يبقى إذا منى ديت مفرد، فعشان كده اختار is، وبعد is going وهنا في إيه؟ to. what نقط the girl is going. احنا قلنا بقى إيه؟ لما نيجي نبدأ بأداة استفهام بيجي بعدها is أو are، وبعدين إيه؟ going to. طب يا مستر is ولا اختار is ولا are؟ على حسب الفاعل. البنت هنا، البنات اخرها حرف ايه؟ اس. يبقى كده ايه؟ جمع ولا مفرد؟ جمع، فهتبقى الاجابه ايه؟ are the girls going to. السؤال رقم 10 she is not going. احنا قلنا going بيجي معاها حرف الجر to، وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى to فيزا.
السؤال رقم 11 we are not to buy a new house. are يبقى إذا هيجي بعدها going to. السؤال رقم 12 there are dark clouds I think. أنا أعتقد الجو مغيم، يبقى إذا أنا أعتقد إيه بقى؟ الجو هيمطر. هنا في دليل ولا مفيش دليل؟ في دليل، فهنا استبعد will. طب يا مستر لو كان ما كانش جاب لي الجملة دي وجاب له I think it نقط rain، كنت اختار ايه؟ will. ليه؟ عشان ما جابش دليل. فتبقى الإجابة هنا يبقى is going to rain عشان في دليل اللي هو ده. I have planned. كلمة plan كلمة بتدل على going to، فتبقى الإجابة ايه؟ I ديت. هنا في غلطة، المفروض هنا تبقى am going to عشان I، يبقى I have planned I am going to study medicine. تبقى الإجابة C، بس هنشيل is. تمام. السؤال رقم 14 they have intend. مستر كلمة intend كلمة من الكلمات الدالة على going to، يبقى إذا بقى هنا نبص على الفاعل. الفاعل هنا جمع they، فاختار are going to buy. السؤال رقم 15 he going to visit the zoo. احنا قلنا going to بيجي قبلها الفيرب to be اما واذا وار. ابص على الفاعل هي ديت مفرد ولا جمع؟ هي مفرد، فاذا نختار is. 16 she has decided. مستر كلمة decide كلمة من الكلمات الدالة على going to. she not abroad. احنا قلنا اول حاجة she مفرد، نختار is going to travel. السؤال رقم 17 we are going to not to فرنسا. تمام. going to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. هنخش بقى على التصحيحات. I نقط help my father. احنا قلنا اول حاجة شرط going to اللي هو بيجي قبلها الفيرب ايه؟ الفيرب to be. فاذا I هنا هتاخد is ولا are ولا am؟ فتبقى am going to. السؤال رقم 2 what are you going نقط do. احنا قلنا going لازم يجي بعدها حرف الجر to وبعدها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى to do. السؤال رقم 3 he is نقط to اسمها goes ولا اسمها going to؟ تبقى going. شطاه. رقم 4 زي مفرد ولا جمع؟ زي جمع، يبقى ايه بقى؟ هنكمل السؤال. زي نقط to visit Alex next year. تمام. next year كلمة بتدل على المستقبل، فإذا هنا هستخدم going to وأنا جايب لك to، فهنا هيجيب لي الإجابة بقى، يبقى زي جمع فتبقى الإجابة are going to. تمام. 5 I can snow is going not melt. أول حاجة going بيجي بعدها الفعل، بيجي بعدها إيه؟ حرف الجر to وبعدها الفعل في المصدر نحطها زي ما هي، يبقى to melt. رقم 6 I can see dark clouds in the sky it not rains. ماشي. هنا في دليل اللي الجو هيمطر. ليه؟ فين الدليل ده؟ اللي الجو مغيم. تمام. يبقى it أول حاجة هنا هبص على الفاعل it مفرد ولا جمع؟ يبقى مفرد، يبقى is وبعدين going to وgoing to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فهنشيل حرف ايه؟ الاس. رقم 7 فريدة is in the front she is not win. هي هتفوز. هي فريدة دي في المقدمة، فإذا هي هتفوز بالسباق. she is ايه بقى؟ going بيجي بعدها حرف الجر to going to win. السؤال رقم 8 what are you not to do next week. what are you going to مش اسمها go to، اسمها going to. آخر سؤال are you going بيجي بعدها حرف الجر to وبعدها الفعل في المصدر تبقى to sell. تمام. نخش دلوقتي على أسئلة كتاب المعاصر. أول سؤال بيقول لك the traffic is slow we not to be late. هنا جاب لك we تمام وبعدها to، فإذا تبقى الإجابة ايه؟ going to. بس هنا في حاجة we هنا جمع ولا مفرد؟ جمع، فتبقى ايه؟ are going to. السؤال رقم 2 I am not to travel to أسوان. جاب لك برضو to وقبلها الفيرب to be، يبقى إذن ايه؟ going to. السؤال رقم 3 we are going to. احنا قلنا going to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فتبقى الإجابة ايه؟ go. to travel to the Gazig next month. هنا ايه؟ عايز يسأل
فاحنا قلنا لما نيجي نسأل ببدأ بإز أو ار، بعدها الفاعل، وبعد الفاعل ايه going to. تمام. فهنا بقى نبدأ أول حاجة will you. ليه يا مستر ما اخترتش will you؟ عشان هنا في حرف الجر ايه to. احنا قلنا will بيجي بعدها الفعل في المصدر على طول، مش حرف جر ومصدر. تمام. are you برضو غلط، عشان are you المفروض يجي بعدها الفيرب مضاف ايه ing، فتبقى ايه are you going to. 5 فريدة is going to. going بيجي بعدها حرف الجر to وبعدها الفعل في المصدر، فتبقى الإجابة ايه to win. السؤال رقم 6 what not going to. احنا قلنا لما نيجي نسأل بأداة استفهام ببدأ أول حاجة بأداة الاستفهام، وبعدين is أو are، وبعد is أو are الفاعل، وبعد الفاعل going to. وإذا هنا الإجابة هتكون ايه؟ أول حاجة استبعد will you واستبعد you will، وتبقى الإجابة are you. السؤال رقم 7 هي not going to. هي ديت يا مستر مفرد ولا جمع؟ مفرد، فهتاخد is. تمام. فهنا عايز يبقى الجملة منفية، استبعد دي ودي ودي، فالإجابة تبقى isn't. السؤال رقم 8 they are going to. احنا قلنا going to بيجي على الفعل فين؟ في المصدر، واحنا قلنا المصدر ما بيبقاش آخره ing، ما بيبقاش آخره اس، ما بيبقاش آخره ed، فتبقى ايه الإجابة الأخيرة. where to spend your next weekend. next weekend كلمة من الكلمات الدالة على المستقبل. هنا جاب لك بعد النقط حرف الجر to، فإذا عايز هنا ايه going to. تمام. هنا بدأ لك بأداة استفهام، فإذا هيجي بعدها is أو are على حسب بقى الفاعل. الفاعل لو مفرد يبقى is، الفاعل لو جمع تبقى are. فهنا بقى you جمع، فتبقى الإجابة are you going. تمام. ما ينفعش you are going عشان الترتيب. أداة استفهام is are فاعل going to. السؤال رقم 10 I can see some dark clouds I think it. ماشي. هنا في think دي كلمة بتدل على will، وكلمة برضو في نفس الوقت بتدل على going to. هنشوف قبلها في حاجة بتدل ان الجو هيمطر فإذا هستخدم هنا ايه going to. هنا بقى بص على الفعل it ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، فإذا الإجابة هتكون is going to rain. I am تبقى اسمها go to ولا going to؟ the boys الأطفال بقى جمع ولا مفرد؟ الأطفال هنا جمع، فتبقى is ولا are؟ هتبقى are. رقم 3 هنا you going to. احنا قلنا going to بيجي قبلها am is are، هنا الفاعل you، فتبقى الإجابة ايه are. رقم 4 she is not to travel. she is going to. 5 I not help my father. احنا قلنا I من شروط اللي انا اختار going to لازم يجي قبلها الفيرب ايه الفيرب to be. هنا هتاخد am ولا is ولا are؟ هتاخد am، يبقى I am going to. what are you going. احنا قلنا going بيجي بعدها حرف الجر to وبعدها الفعل فين؟ في المصدر، فتبقى to do. تمام. السؤال رقم 7 he is not برضو نفس الحوار، جاب to، فإذا هتبقى الإجابة ايه going to. هي الكلمة اسمها going. تمام. going to على بعضها كده، مش اسمها go to ولا اسمها goes to. مستر شريف going to. مستر شريف ده مفرد ولا جامع؟ مفرد، فهياخد is ولا are؟ هياخد is. دي اخترت is عشان going to لازم يجي قبلها الفيرب to be am is are. السؤال رقم 9 what do you think the weather is going to. احنا قلنا going to بيجي بعدها الفعل في المصدر، فهنشيل هنا ايه ing. my mother is going to برضو احنا قلنا going to بيجي بعدها الفعل في المصدر، فهشيل ing واحط بدل ing e. السؤال رقم 11 are you going برضو to والمصدر to sell. السؤال رقم 12 what are you اسمها ايه برضو؟ قاعدة تافهة خالص going to. the snow التلج ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى is وبعدين going to. ودي القاعدة. ان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا يا ريت تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.